أهلا بيكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. النهاردة حبيت أعمل معاكم شوية قرص كده فلاحي ينفعوا للفطار، بدل ما نشتري من بره، بدل الغلاء اللي احنا بقينا فيه. كل حاجة بقت غالية جدا، فحرام احنا كمان نستفاد. عندنا شوية دقيق، شوية لبن، ممكن شوية لبن رايب هنعمل بيهم شوية أحلى قرص للفطار، وكمان ينفعوا للعشاء. أي وقت لو حد من الولاد جاع هيلاقي فيه حاجة في البيت موجودة. خير ربنا كتير الحمد لله. وهنشوف هنعمل مع بعض القرص دي ازاي، طريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنشوف هنسمي الله ونشوف هنعمل مع بعض القرص ازاي. انا هنا معايا كيلو ونص كده من الدقيق. طبعا انا كنت هعمل كيلو، لقيت كمان شوية عندي. ده الكيس اللي انا فتحته. مش محتاجة ان انا انخله ولا حاجة، لان الدقيق طبعا كويس جدا. مش هعمل كيك ولا حاجة، لازم ان انا انخله عشان يديني هشاشة كده في الكيك ولا حاجة. لكن القرص ما فيش اي مشكلة، ان انا يعني الدقيق انا ضمناه وكويس، وبستعمله كتير جدا ونضيفه كويس. انا بقى فضيت بقى هنا الكيلو، حوالي كيلو ونص من الدقيق، وهحط كمان معلقتين من الخميرة. وبعد كده هحط 3 معالق سكر. آه وكمان هيبقى معايا رشة ملح، معلقة صغيرة ملح في الدقيق. هحط، كنت حطاها على الدقيق. وبعد كده هنا حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. مع الخميرة، يعني معلقتين خميرة، 3 معالق سكر، او معلقتين سكر هرميين، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. هنا انا عندي هنا كان شوية كده قشطة، حطيت عليهم لبن رايب. تمام. وكان في شوية لبن رايب كده عندي، حطيتهم على القشطة. وهبتدي بقى ان انا طبعا اخلط الاول المكونات الجافة مع بعض الاول، قبل ما احط اي مواد سائلة. عندك لبن اعملي، حطي لبن. ما عندكيش، عندك لبن بودر، ممكن تحطي لبن بودر وتعجني بميه، وبرده هيبقى حلو جدا. لو ما عندكيش لبن، عشان ما تقوليش لا احنا كده كده، احنا كده بنعمل تكلفه واللبن برده غالي، يعني اللي موجود عندك ممكن تعملي بيه احلى قرص. يعني مهم ان انت عاملاها بايديكي، وانضف واحلى من بره. وطبعا شوفي انت بتجيبي القرصه من بره من الفرن بقت بكام دلوقتي. هتعملي كيلو دقيق، هيطلع معاكي كمية حلوة جدا، هيقعد معاكي كذا يوم في التلاجة. تشيليه في التلاجة وتطلعي منه او في الفريزر، وتطلعي منه هتسيبيها تهدى شوية مع كوباية شاي كده، حتة جبنة. بجد بيبقى طعمها حلو جدا وجميلة، وتغيير في نفس الوقت. تمام لغاية كده تمام. انا بقى ابتدي اضيف هنا معايا القشطة. انا القشطة دي بشيلها لما بغلي اللبن، بحطها في الفرن، في الفرن بحطها في التلاجة لغاية مثلا الصبح. تعمل معايا طبقة القشطة، راح شايلة طبقة القشطة، لأن طبعا الولاد ما بيحبوش القشطة اللي تبقى على اللبن، حتى لما بنشيلها برضو لازم نصفي اللبن. مش عارفة ليه يعني. المهم، انا هنا معايا كوبايه الا ربع زيت، هبتدي ان انا اضيفها على العجين بتاعي، الدقيق يعني. وابتدي بقى العجين بتاعي يعجن كويس جدا. تمام. وابتدي برضو لو انا عندي لبن هضيف لبن، ما عنديش لبن هحط ميه. تمام، بس الميه تبقى دافيه، متبقاش ساقعه، عشان الخميره بتاعتي ما يعني تتفاعل. لكن لو حطيت ميه ساقعه يبقى كده انا بوظت الخميره. انا كده طبعا العجين بتاعي خلاص ساب الخطاف بتاع العجين، يبقى كده خلاص. ولم العجين كله، انا طبعا مرضتش اطول عليكم الفيديو. قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وغطيتها في صينيه او في اي حاجه. وبعد كده اخد واحده واحده افرد بايدي، ومعايا نشابه صغيره كده او مردنه، وابتدي افرد القرصه بتاعتي. انا دايما بحب بعملها من غير كمان المردنه دي، بايديا، ما بتاخدش وقت خالص وسهله. وانا واقفه في المطبخ بعملهم، ما بقعدش كمان. بلاقيهم خلصوا، وكنت طبعا مسخنه الفرن على درجه حراره 220. تمام، على حسب طبعا درجه الفرن بتاعك. ممكن كمان القرص دي انا ساعات بكون مثلا عندي تمر او اللي هو العجوه يعني، بحط فيها عجوه وافتحها كده من فوق. بجد بتبقى حلوه جدا وبتبقى طعمها جميل. ولا حطينا سمنه ولا اي حاجه، احنا حطينا زيت طبعا.
القشطة بتاعتنا دسمة ومش محتاجة ان انا احط سمنة على القرص. لو انت محتاجة تحطي سمنة، هتحطي كوباية الا ربع من السمنة وربع كوباية زيت على القرص بتاعتك على الكيلو. تمام. لكن انا مش حابة ان انا اضيف سمن، لان انا عندي القشطة، فانا مستكفيت بالقشطة والزيت. تمام. انا كده هنا خلصت كمية القرص بتاعتي، فبوريها لكم. حطيتها في الصاج وهدخلها الفرن زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده كان اول صاج كنت حطاه تحت على في الرف اللي تحت في الفرن. لما بيبتدي ان هو من تحت كده يديني لون، ببتدي اطلعه فوق تحت الشوايه، وبعد كده احط الصاج اللي بعديه. وادي كده القرص بتاعتنا خلصت زي ما انتم شايفين كده بالطريقه ديت. طبعا احنا كلنا منها كمان، مش دي كل الكميه، طريه جدا وهشه. طبعا انا ما كنتش عارفه اقطع لكم القرصه بايدي، لان الستاند كان وقع كده، ورحت ماسكه، كسلت ان انا ارجع الكاميرا تاني التليفون في الستاند، فمسكته بايديا. وادي القرص زي ما انتم شايفين شكلها تحفه بجد وجميله، وطعمها حلو قوي وطري. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم. متنسونيش في دعوه حلوه واشتراك منكم في القناه ولايك حلو وكومنت جميل. اشوفكم على خير ان شاء الله. مع الف سلامه.